السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا بقالي اكتر من 3-4 شهور ما بنزلش اي حاجة، وما كنتش هعمل حاجة تاني فيديوهات. انا ما بلاقيش تفاعل خالص معايا في القناة، وطبعا ده كله من عند ربنا. فالناس حبايبي بقى، الناس اللي متابعيني والناس حبايبي هم اللي شجعوني ان انا اشتغل تاني وانزل فيديوهات تاني. وان شاء الله كده ربنا يكرم ان شاء الله. انا النهارده اول حاجه هعملها معاكم، طبعا كل طالع من رمضان ومن العيد زايدين الحمد لله. فهنعمل النهارده وصفه للتخسيس. انا ما بجيبش حاجه كده من دماغي، او انا بجيبها حاجه بتبقى في ناس مجربينها وجابت معاهم نتيجه حلوه قوي. فكده هنعمل وصفه كلها من البيت، حاجه كويسه من البيت. بس اهم حاجه طبعا نظام الاكل يكون معاه برضو، ما فيش نشويات. عشان الوصفة تشتغل معانا لازم يكون في نظام أكل مع الوصفة دي. بتكلم بسرعة عليه عشان محدش يزهق من الفيديو ويقول الفيديو طويل عليا، فأنا هعمل فيديو قصير جدا. يا رب بس تستفادوا بيه إن شاء الله. أنا معايا كده شوية كزبرة أو بقدونس، يا كزبرة دي بقدونس، يا كزبرة يا بقدونس. معايا ليمونة على قد ما تقدري قطعيها، ليمونة واحدة قطعي أصغر من كده. معايا معلقة زعتر، معلقة زعتر. دول حوالي هيعملوا معانا كوبايتين 3. الوصفة دي ممكن تاخديها قبل الفطار على الريق، وممكن تاخديها قبل الغدا بنص ساعة. الوصفة دي ممكن تاخدي كوبايتين 3 في اليوم، مش اكتر من كده. نسمي الله. نقطع الليمونة كمان كده، حاولي تقطعيها اصغر. والكزبرة او البقدونس حطهم بقى في الحلة دي كلهم. هنرجع نقدم وصفات، اي وصفة كويسة حد بيقول لي عليها ونجربها هنعملها مع بعض. اكلات بقى، اي حاجة هعملها برضو مفيدة ليكم كويسة واقتصادية هنعملها مع بعض. حطينا الحاجة كلها بتاعتنا هنا. حطينا الليمونه المتقطعه والبقدونس او البقدونس او الكزبره. معلش انا بقالي فتره طبعا ما اتكلمتش قدام الكاميرا، فاعذروني. الليمونه المتقطعه والكزبره او البقدونس ومعلقه الزعتر. هنحط عليهم اهم حاجه وهم بيغلوا ما تكشفهمش، لازم يغلوا حوالي، هدي عليهم النار حوالي 10 دقايق، علشان الدخان البخار اللي بيطلع ده في الفايدة بتاعته كلها ما ينفعش تطير في الهواء. فاحنا هنغطي عليها 10 دقايق يغلوا كويس قوي قوي، ولما يهدوا هنشوفهم مع بعض. حطينا كده عليهم حوالي 4 كوبايات ميه كبار، علشان عملنا حساب البخار اللي هيطلع. طبعا هيغلوا بقى شويه مع بعض كده حلوين 10 دقايق ونرجع تاني مع بعض. غليت معانا، بس انا حابه طبعا اغطيها لان البخار ده اللي بيطلع دي زيوت الطياره بتاعت الاعشاب اللي احنا عملناها، فحرام تطلع في الهواء. انا صفيت اهي كوبايه بتبقى شكلها كده. طبعا اهم حاجه تسيبيها على النار 10 دقايق واكتر كمان شويه من 10 دقايق عشان تستفيدي بالزيوت بتاعتها بتاعت الاعشاب. ان شاء الله كده الوصفه تجيب معاكم نتيجه كويسه باذن الله، كده تجيب معاكم نتيجه كويسه. وعايزه بقى تشجيع منكم، الناس اللي بتحبني وعايزه تفاعل منكم فضلا وليس امرا. اعملوا لي لايك للفيديو، وان شاء الله وصفات كتير هقدمها لكم حلوه قوي هتفيدكم باذن الله. اقول لكم ايه، اقول لكم مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في فيديو جديد ان شاء الله.